بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنعمل النهاردة مع بعض ألذ وأطعم وصفة كب كيك ممكن تجربيها في حياتك. مقادير الوصفة دي بالذات اعتمديها وعلى ضمانتي. كلنا محتاجين نخفف لولادنا مواد حافظة وحاجات ملهاش لازمة. مش شطارة خالص ان احنا نديهم مصروف بال20 وبال30 جنيه واحنا مش عارفين بيجيبوا بيها حاجات عاملة شكلها ايه وكلها مواد حافظة والوان صناعية ومضرة جدا لولادنا. هنعمل مع بعض الكب كيك في اقل من 10 دقايق. معانا 5 بيضات، 3 كوبايات دي، كوب الا ربع زيت، كوب زبادي، كوب لبن، معلقتين قشطة، ومعلقة صغيرة خل، وكيس بيكنج باودر، وافضل كيك شيف، وفانيليا. هنحط البيض ونخفقه كويس ونحط عليه الزيت وطبعا الفانيليا. بعد كده هننزل بالزبادي ونضرب كويس. الزبادي هنا ليها دور عظيم جدا في طراوة الكب كيك. وكوباية كاملة كوباية لبن، 3 كوبايات دقيق، وما ننساش طبعا كوباية سكر تكون مطحونة. تمام. لغاية هنا مقاديرنا سهلة وبسيطة جدا. هننزل بالدقيق تدريجيا. اهم حاجة المواد السايلة كلها هنخفقها كويس جدا مع بعض. البيض لازم يتضرب فترة شوية كده لوحده، وبعد كده بننزل بباقي المكونات السايلة عليه، وبنحط طبعا البيكنج باودر بتاعنا. الخل ليه دور اساسي في طراوة ولون الكيك الفاتح، سواء هتعمليه، انا عملت منه جزء الكيك فاتح والباقي عملته شوكولاتة، لان طبعا انتوا عارفين الولاد بتحب الشوكولاته. حطيت طبعا هنا معلقتين ميكس تيلا بتدي طعم حلو جدا للكيك، وحطيت كاكاو كده 4 معلقتين 3، يعني على حسب ما لون الكيك بتاعك انت محتاجاه شوكولات غامق هتزودي، محتاجاه زي ما انا عملته كده هما 3 معالق بس. هبتدي احطهم في دورق كده او شفشق زي ما انتوا شايفين عشان يسهل عليا وانا بصبهم في الكبات بتاعه الكب كيك. ورق زبده، وموضوع سهل وبسيط، ما خدش مني بجد حرفيا ما خدش مني 10 دقايق. وتقدري تعملي كل ده في الخلاط، يعني لو ما عندكيش مضرب في الخلاط هتقدري تعملي كل ده، والولاد هيتبسطوا جدا بيه، وده المهم. وصدقيني احلى وانضف واوفر كمان من اي حاجه بتتباع بره. جربيها واعتمدي الطريقه دي بالمقادير دي، وان شاء الله تعجب الولاد. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون عام دراسه سعيد علينا وعلى اولادنا جميعا. شايفين الجمال؟ أيقال أي كلام بعد هذا الجمال؟ لا طبعا مفيش. حلاوة ونظافة وجمال وتوفير، مفيش بعد كده. متنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو انتي أول مرة تشوفيني.